محدش كان يتخيل إن البرتقال والطماطم والفراولة يبقوا ورقة قوة اقتصادية لمصر. وإحنا بنتكلم مش عن اكتفاء ذاتي، إحنا بنتكلم عن مركز أول عالمياً ومليارات دولارات داخلة البلد من الزراعة. السؤال بسيط ومباشر: إزاي بلد تعاني من نقص مية وتحديات اقتصادية تقدر تنافس أسبانيا وتركيا والمغرب وتكسب؟ خلينا نمشي خطوة خطوة ونفهم الصورة كاملة بالأرقام. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. عشان نفهم قوة الزراعة المصرية لازم نرجع خطوة ورا ونبص على الأرقام الكبيرة. من 2014 لحد 2024 تم استصلاح أكتر من 3 مليون فدان في مناطق زي توشكا والدلتا الجديدة وشرق العوينات. المساحات الزراعية الكلية ارتفعت من أقل من 8.5 مليون فدان لحوالي 9.7 مليون فدان. ده معناه زيادة تقارب 15% في الرقعة الزراعية خلال عقد واحد بس. الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية شملت طرق زراعية جديدة، محطات تعبئة وتغليف مطابقة للمعايير الأوروبية، وتوسعات ضخمة في قدرات التبريد وشبكات ري حديثة. القطاع الزراعي مبقاش مجرد زراعة تقليدية، لكنه صناعة تصديرية منظمة. في 2014 كانت صادرات مصر الزراعية الطازجة حوالي 4.1 مليون طن. في 2018 وصلت ل 5.2 مليون طن. في 2020 رغم جائحة كورونا تخطت 5.5 مليون طن. في 2023 تجاوزت 6.5 مليون طن. وفي 2024 الأرقام الأولية بتقارب من 7 مليون طن. ده نمو يقارب 60% خلال 10 سنين. قيمة الصادرات ارتفعت من حوالي 2.2 مليار دولار في 2014 لأكثر من 4 مليار دولار في 2023. الرقم ده يمثل حوالي 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر، وبيخلي الزراعة من أسرع القطاعات نمو بمعدل يقارب 8% سنوياً. الأسواق موزعة بشكل متوازن، حوالي 30% للدول العربية، 25% للاتحاد الأوروبي، و20% لروسيا ودول الاتحاد الأوراسي، والباقي لآسيا وأفريقيا. التنوع ده حمى مصر من صدمات سياسية أو اقتصادية في سوق واحد، وخلى القطاع الزراعي أكتر استقرار مقارنة بقطاعات تانية. البرتقال، مصر رقم 1 عالمياً. مصر احتلت المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال الطازج لعدة مواسم متتالية. إنتاج الموالح يقارب من 5 مليون طن سنوياً، منهم حوالي 2 مليون طن تصدير. البرتقال بيمثل أكتر من 70% من صادرات الموالح بقيمة تقترب من مليار دولار سنوياً. المساحات المزروعة بالموالح تتجاوز 500 ألف فدان في البحيرة والإسماعيلية والشرقية والمنيا. إنتاجية الفدان في المزارع الحديثة بتوصل ل 20 طن. تكلفة الإنتاج أقل بنسبة من 25 ل 35% مقارنة بأسبانيا، وده بسبب انخفاض تكلفة العمالة والطاقة. صدر حوالي 50 ل 60 ألف من إنتاج مزارعنا ومن إنتاج مزارع أخرى كمان. طب لكم دولة؟ صدر لأكثر من 45 دولة الحمد لله بفضل من ربنا. أكبر دول بتنتج برتقال مصر. مصر رقم واحد؟ مصر رقم واحد عالميا. عالميا. حلو. مين كان رقم أسبانيا. واحد؟ أسبانيا كانت رقم واحد. بالضبط. طبعا موضوع سباق أسبانيا سنين. أسبانيا بتنتج حوالي من 3 ل 3.5 مليون طن موالح، لكن بتعاني من ارتفاع تكلفة العمالة اللي بتتجاوز 12 يورو في الساعة، وأزمات جفاف أثرت على الإنتاج بنسبة وصلت 20% في بعض المواسم. تركيا بتنتج من 4 ل 5 مليون طن، لكنها واجهت تقلبات سياسية أثرت على أسواقها. المغرب بينتج من 2.5 ل 3 مليون طن، وبيمتلك ميزة القرب من أوروبا، لكن مصر تعوض ده بالحجم والسعر. روسيا، الخليج، الهند، الصين من أكبر مستوردي البرتقال المصري. الصين تحديداً زادت وارداتها بعد 2019 بشكل ملحوظ. نظام تكويد المزارع وتشديد الرقابة على متبقيات المبيدات ساعد على تثبيت السمعة التصديرية. الطماطم، عملاق الإنتاج وتحدي التصنيع. مصر بتنتج سنوياً بين 6 ل 7 مليون طن طماطم، وده بيخليها ضمن أكبر المنتجين عالمياً. المساحة المزروعة تقارب 400 ألف فدان، بإنتاجية بتوصل ل 25 طن للفدان في بعض المناطق. المشكلة إن نسبة كبيرة من الإنتاج بيستهلك محلياً، بينما التصدير محدود نسبياً. في أكثر من 60 مصنع مرتبط بصناعة صلصة ومعجون الطماطم، لكن تركيا بتتفوق بقيمة صادرات لمعجون الطماطم تتجاوز 300 مليون دولار سنوياً. الفاقد بعد الحصاد بيوصل ل 25% بسبب ضعف سلاسل التبريد والنقل. تقليل الفاقد للنص ممكن يوفر مئات آلاف الأطنان ويزيد العائد بمئات الملايين من الدولارات. الاستثمار في التصنيع بدل بيع منتج خام هو نقطة التحول الأساسية.
الفراولة، الذهب الأحمر اللي مكسبه بيتجمد بالدولار. تعال نبص على محصول ناس كتير كانت فاكرة إنه كمالي، الفراولة. في الحقيقة الفراولة بقت واحد من أذكى رهانات الزراعة المصرية. مصر النهاردة ضمن أكبر 3 دول في العالم في تصدير الفراولة المجمدة بإنتاج سنوي يقارب 500 ألف طن، وقيمة الصادرات بتتراوح بين 350 ل 400 مليون دولار، وبعض التقديرات في المواسم القوية بتعدي الرقم ده. المميز هنا مش بس في الإنتاج لكن طريقة التفكير. مصر فهمت إن الفراولة الطازجة موسمها قصير وحساسة جدا، فتم التوسع في مصانع التجميد السريع IQF اللي بتجمد الثمرة خلال دقايق وتحافظ على اللون والطعم والقيمة الغذائية. ده خلى المنتج المصري يدخل مصانع العصائر والمخبوزات في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا. يعني الفراولة المصرية مش بتتباع في سوق الخضار بس، دي بتدخل في سلاسل صناعية ضخمة. المساحة المزروعة بتدور ما بين 25 و 30 ألف فدان، أغلبها في القليوبية والبحيرة والإسماعيلية. إنتاجية الفدان ممكن توصل من 18 ل 22 طن في بعض المزارع الحديثة. وميزة مصر إن موسمها بيبدأ بدري عن دول أوروبية كتير، فبتلحق سوق الأسعار العالية قبل ما المنافسين يدخلوا. الشعار هنا واضح: ما تبيعش محصولك خام، صدره قيمة مضافة. وده اللي خلى الفراولة نموذج ذكي ممكن يتكرر في محاصيل تانية. من الأرض للمينا، رحلة المنتج المصري. خلينا نشرح الموضوع ببساطة. عشان البرتقال أو الفراولة توصل لأوروبا لازم تمر بسلسلة كاملة اسمها سلسلة الإمداد. أول مرحلة هي الزراعة والتكويد، وكل مزرعة ليها رقم تعريفي بتسجل عليه كل حاجة: نوع المبيد، تاريخ الرش، الحصاد. بعد كده المنتج بيروح محطة التعبئة، يتغسل ويتفرز ويتعبى حسب مواصفات الدولة المستوردة. بعدها يدخل التبريد، ودي نقطة حساسة جدا. أي خلل في التبريد ممكن يخسر الشحنة بالكامل. مصر زودت قدرات التخزين المبرد بمئات الآلاف من الأطنان خلال السنوات الأخيرة. زمن الشحن لأوروبا بيتراوح ما بين 3 ل 7 أيام، وده رقم تنافسي جدا. لكن لسه عندنا تحدي الفاقد. في بعض المحاصيل الفاقد بعد الحصاد ممكن يوصل ل 20 و 25%. تقليل الفاقد ل 10% ممكن يزود الصادرات بمئات آلاف الأطنان من غير ما نزرع فدان زيادة. يعني التطوير هنا مش بس في الأرض لكن في الإدارة. الشعار في النقطة دي: كل طن بيتحافظ عليه بيساوي دولار زيادة. معركة المياه، إزاي نزرع وإحنا تحت خط الفقر المائي؟ مصر حصتها 55.5 مليار متر مكعب مياه سنوياً، وعدد السكان تخطى 110 مليون نسمة. نصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب في السنة، بينما خط الفقر المائي العالمي 1000 متر مكعب. يعني إحنا رسمياً دولة فقيرة مائياً. الحل كان في تغيير طريقة الري. التحول للري بالتنقيط وفر من 20 ل 30% من المياه في بعض المشاريع. إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي زودت المتاح. محطات المعالجة العملاقة دخلت الخدمة لتوفير مليارات الأمتار المكعبة. كمان التوسع في الصوب الزراعية اللي عددها تجاوز 100 ألف صوبة رفع الإنتاجية بنسبة توصل ل 40% لبعض المحاصيل. يعني نفس كمية المية بتطلع إنتاج أكبر. المعادلة هنا بسيطة: كل نقطة مية لازم تطلع أقصى عائد ممكن، وده مش اختيار، ده ضرورة وجود. الزراعة زمان كانت بتعتمد على الخبرة والتقدير، النهاردة بقت بتعتمد على بيانات. مزارع كبيرة في مصر بقت تستخدم حساسات رطوبة في التربة تحدد بالظبط إمتى النبات يحتاج مية، وفي استخدام لطائرات بدون طيار للرش وتقليل استهلاك المبيدات، وفي برامج إدارة مزارع بتحسب تكلفة الفدان بدقة، سماد وعمالة وطاقة ونقل. نظام التكويد الإلكتروني بقى شرط أساسي لدخول أوروبا. أي شحنة ممكن يتم تتبعها من المزرعة لحد السوبر ماركت. ده بيزود الثقة، والثقة في التجارة الدولية بتساوي فلوس. الرسالة هنا: اللي مش هيطور نفسه تكنولوجياً هيخرج من السوق. فين مصر وسط أسبانيا وتركيا والمغرب؟ أسبانيا قوية في التنظيم والجودة، لكن تكلفة العمالة عندهم عالية جداً، وأزمات الجفاف خفضت الإنتاج في بعض المواسم بنسبة وصلت ل 20%. تركيا قوية في تصنيع معجون الطماطم، وصادراتها بتتجاوز 300 مليون دولار سنوياً في المنتج ده بس. المغرب عنده ميزة القرب من أوروبا، وده بيقلل تكلفة الشحن. مصر بتكسب في 3 حاجات أساسية: السعر التنافسي، تعدد المواسم، وحجم الإنتاج الكبير. لكن نقطة الضعف إن نسبة التصنيع أقل من الإمكانيات. لو حولنا جزء أكبر من الإنتاج لمنتجات مصنعة هامش الربح هيزيد بشكل كبير. المنافسة مش عاطفة، المنافسة أرقام، واللي أرقامه أقوى هو اللي بيكسب. فرصة 2030: هل نقدر نبقى سلة غذاء المنطقة لو النمو استمر بمعدل 6 ل 8% سنوياً؟ صادرات مصر الزراعية ممكن تتجاوز 10 مليون طن قبل 2030،
القيمة ممكن تعدي من 7 ل 8 مليار دولار سنوياً، خصوصاً لو تم رفع نسبة التصنيع 20% بس. آسيا وأفريقيا أسواق واعدة جداً، عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء بيتضاعف والطلب على الغذاء بيزيد. الاتفاقيات التجارية ممكن تفتح أبواب جديدة، لكن النجاح مش مضمون. لازم إدارة مياه صارمة، بحث علمي أقوى، تطوير مستمر في الجودة. الشعار الكبير هنا: الأرض موجودة، الشمس موجودة، السوق موجود. السؤال: هل الإدارة على نفس المستوى؟ مصر مش بتزرع علشان تأكل نفسها، مصر بتزرع علشان تنافس. البرتقال رقم 1 عالمياً في التصدير، الفراولة ضمن الكبار، الطماطم إنتاج ضخم ينتظر طفرة تصنيعية. القضية مش فدان زيادة وخلاص، القضية إن كل فدان يطلع أعلى قيمة ممكنة، كل طن يتحول لمنتج أعلى في السعر، كل نقطة مية تتحسب. لو تم التركيز على القيمة المضافة والتكنولوجيا وتقليل الفاقد، مصر تقدر تتحول لمركز غذائي إقليمي خلال عقد واحد. المعادلة واضحة، اللي بيمتلك الغذاء بيمتلك جزء من القرار. والسؤال الحقيقي دلوقتي: هل نستغل اللحظة دي لأقصى درجة؟ بس كده. وزي ما بنقول دايماً على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.